لو حابين تاكلوا حاجة حلوة وتكون في نفس الوقت سهلة وسريعة يبقى لازم تشوفوا الفيديو ده. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بودنج شوكولاتة كلتوه في حياتكم، ومن غير شوكولاتة خالص، بمكونات كده اقتصادية وموجودة في كل بيت. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ ولا طعمه يا رب على الجمال، بجد تحفة جدا. تعالوا نشوفوا الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه كده لازم احضر القالب اللي انا هصب فيه البودنج. بحط فيه استرتش زي ما انتوا شايفين كده، والاسترتش ده بطوله كده من الجنبين علشان انا هغطي بيه كده وش البودنج في الاخر. ممكن كمان تستغنوا خالص عن القالب وتستخدموا كاسات او اطباق زي ما تحبوا. خلاص كده انا حطيت الاسترتش كده في القالب زي ما انتوا شايفين. هركنه بقى كده على جنب وتعالوا نشوف المكونات بتاعتنا ايه. معايا اول حاجه كده 5 كوبايات من اللبن، هحط قصادهم كده 5 معالق كبار من الدقيق. يعني لكل كوبايه لبن بحط كده معلقه كبيره من الدقيق، معلقه هرميه زي ما انتوا شايفين كده. هفضي كده الدقيق على اللبن بالشكل ده، وهيكون معايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ده كاكاو خام غير محلى، بجيبه كده من عند العطار. هحط كمان قصادهم كده 5 معالق من السكر، يعني برضو لكل كوبايه لبن بضيف معلقه سكر كبيره. ومعايا نص معلقة كده من الفانيليا، لو حابين تستغنوا عنها خالص ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتدينا ريحة وطعم حلوين جدا. هقلبهم بقى كده كويس لحد ما يدوبوا معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات من الدقيق او الكاكاو. بعد ما اتاكد ان كل حاجه دابت معايا هرفعه على النار مع الاستمرار كده في التقليب. مش هشيل ايدي منه خالص علشان ما يكلكعش معايا. واول ما يتقل معايا ويغلي كده من الجناب يبقى خلاص كده هو جاهز معايا. هقفل عليه النار بقى كده واخده واصبه كده في قلب القالب وهو سخن على طول. مش هستنى عليه لما يبرد، لانه مسافة ما بفضيه على طول بيتماسك معايا. بعد ما افضي كل اللي في الحلة زي ما انتوا شايفين، ببدأ اسويه كده بالمعلقة علشان كله يبقى متساوي. هغطي بقى كده الوش بتاعه على طول وهو سخن زي ما هو كده بالاسترتش كده علشان ما يعملش معايا قشرة ويبقى الوش بتاعه ناشف. انا عايزة كده البودنج بتاعي يبقى كله ناعم كده وما يضايقنيش في الاكل وانا باكل، والاقي فيه طبقة كده ناشفة معايا او عاملة معايا قشرة. هسيبه كده لحد ما يبرد معايا تماما، وبعد كده بدخله التلاجة لحد ما يسقع معايا. بعد كده بطلعه وابدأ اسلكه كده من القالب علشان اما اجي اقلبه يطلع معايا بكل سهولة. بعد كده هقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرفع بقى كده القالب وكمان هشيل من عليه الاسترتش بالشكل ده يطلع معايا بكل سهولة، ولا بيلزق ولا اي حاجة. جينا بقى كده لوقت التقطيع، بجد خطيرة سلسة كده وانتوا بتقطعوها. بصوا حاجة مريحة نفسيا كده وانتوا بتقطعوا فيها. بجد حلوة جدا، هتعجبكم. جربوها بقى وقولولي رأيكم في الكومنتات. الناس اللي بتحب الشوكولاتة هتحبها جدا لانها بجد طعمها خطير، اكنك بتاكلي نوتيلا كده. بجد تحفة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. استنوني الفيديو الجاي، يا رب ان شاء الله كده اكون فدتكم بأي حاجة. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.